لو الحياة السهلة والمباشرة مش ممكنة، يبقى لازم الشخص يشق طريقه بمناورات خفية. الإبداع مش بيحصل في الفراغ، الإبداع هو فن التحايل على الفوضى. بالظبط. وده يودينا لأول فكرة لازم نكسرها، خرافة الروتين المثالي. يعني أي حد بيدور على روتين هيلاقي 1000 مقال بيقول له اصحى 5 الصبح واشرب مية بليمون. والكلام ده كله، المصادر اللي معانا بتنسف الفكرة دي تماماً. مفيش وصفة سحرية واحدة. مش بس مفيش وصفة واحدة، ده الأمثلة عكس بعض بشكل عنيف. كأنه كل مبدع كان بيخترع القانون بتاعه. الأهم من تفاصيل الروتين نفسه صباحي أو ليلي هو الاستمرارية والثبات عليه. الاستمرارية. أيوة. دايما لما بنسمع كلمة عبقري أو مبدع بيجي في بالنا صورة معينة، شخص قاعد لوحده وفجأة بتجيله لحظة إلهام سحرية كده، زي شرارة بتنور كل حاجة. بس هل دي هي الحقيقة فعلا؟ هل الإبداع بيشتغل بالطريقة دي؟ وهو ده بقى السؤال المهم. يعني الناس العباقرة دول بجد كانوا بيشتغلوا ازاي؟ هل كانوا بيقعدوا يستنوا الوحي ينزل عليهم من السماء؟ ولا القصة فيها سر تاني خالص؟ سر محدش بيقول لنا عليه. طيب، تعالوا نحط الصورتين جنب بعض. من ناحية عندنا الأسطورة اللي بتقول إن الإبداع ده كله فوضى وشغف ولحظة وبتخطفك زي البرق، ومن ناحية تانية عندنا الحقيقة اللي بيكشفها لنا كتاب الطقوس اليومية لميسون كوري، واللي هي بصراحة مختلفة تماما. الحقيقة إن الإبداع ده حرفة عايزة انضباط وروتين وجدول زمني وتركيز. الكتاب ده عمل حاجة عبقرية، دخلنا ورا الكواليس في حياة 161 عقل من أعظم العقول المبدعة في التاريخ. والمفاجأة الكبيرة بقى إنه مفيش أي وصفة سحرية، مفيش طريقة واحدة صح. يعني القاعدة الوحيدة هي إنه مفيش قاعدة. طلع إن كل واحد من دول كان عايش في عالمه الخاص، ليه طقوسه وقواعده اللي شكلت عبقريته دي. طيب، بما إن مفيش كتالونج نمشي عليه، يبقى نبدأ منين الحكاية دي؟ خلينا نبدأ بأبسط حاجة خالص، الوقت، وده اللي هنتكلم فيه في القسم الأول، الساعة البيولوجية للإبداع. يا ترى كانوا من النوع اللي بيصحى بدري ولا من عشاق السهر؟ كان في فريق بيسمي نفسه العصافير المبكرة. بنتكلم عن ناس زي الشاعر W.H. أودن والرواية العظيمة توني مورسون. دول كانوا بيشوفوا إن السحر كله بيحصل في هدوء وسكينة الصبح بدري. أودن حتى كان عنده قناعة إن الفنان الحقيقي لازم يشتغل الصبح. وفي المقابل بقى كان في فريق بوم الليل. هنا بنتكلم عن أسماء زي جوستاف فلوبر ومارسيل بروست. دول كانوا بيعشقوا العزلة والهدوء اللي بيجوا مع الليل. تخيلوا إن بروست ده كان ساعات بيصحى من النوم الساعة 6 المغرب، يعني يومه بيبدأ والناس بتخلص يومها. وده يورينا قد إيه الموضوع شخصي، مفيش وقت صح ووقت غلط. تمام، يبقى كده الموضوع مش في توقيت الشغل قد ما هو في إزاي كانوا بيجيبوا الطاقة والتركيز للشغل ده. وده بالظبط اللي هنشوفه في القسم الثاني، وقود الإبداع، أو يعني قائمة المحفزات الغريبة بتاعتهم. بصوا على الرقم ده، 50. متخيلين؟ 50 فنجان قهوة. ده حسب ما بيتقال كان المعدل اليومي للروائي الفرنسي أونوري دي بلزاك. 50 فنجان في اليوم الواحد. ده يورينا بس لأي درجة ممكن الإبداع يكون محتاج وقود. وبلاس ما كانش حالة فريدة على فكرة. الموضوع كان غريب ومتنوع بشكل لا يصدق. يعني مثلا بيتهوفن كان لازم يعد 60 حبة بن بالظبط لفنجانه. بنجامين فرانكلين كان بيحب ياخد حمامات هوا وهو عاري تماما في مكتبه. الأغرب بقى فريدريش شيلر كان حاطط تفاح بايظ في درج مكتبه عشان ريحته كانت بتلهمه. ده غير بقى اللي كان ماشي على المنشطات واللي كان لازم يتمشى عدد ساعات بالدقيقة والثانية. واضح إن كل الطرق كانت بتؤدي للإبداع. طيب، وسط كل الجنون والعادات الغريبة دي في خيط واحد بيربطهم كلهم، وهو ده مربط الفرس في القصة كلها. القسم الثالث بيتكلم عن قوة الروتين. أيوة، الروتين. ممكن الكلمة دي تبان عكس الإبداع تماما، لكن الحقيقة إنها كانت هي السلاح السري بتاعهم، ميزة التيار الآلي. عالم النفس والفيلسوف ويليام جيمس لخص الفكرة دي في جملة عبقرية، بيقول: لما بنبني عادات كويسة إحنا كأننا بنحرر عقلنا عشان يروح للمناطق الممتعة والمهمة بجد. يعني إيه الكلام ده؟ الفكرة بسيطة جدا. الخطوة الأولى، الروتين بيخلي الحاجات اليومية المملة تشتغل لوحدها زي التيار الآلي. الخطوة التانية، ده بيقلل جدا من حاجة اسمها إرهاق اتخاذ القرار. كل قرار صغير بناخده بيسحب من طاقتنا الذهنية. والخطوة التالتة وهي الأهم، الطاقة اللي وفرناها دي كلها بتروح فين؟ بتروح للشغل الإبداعي. يعني الروتين مش بيخنق الإبداع، ده بيخدمه. يعني نقدر نقول إن الروتين القوي ده مش سجن للإبداع، بالعكس تماماً.
هو عامل زي السقالات اللي بتتحط حوالين مبنى بيتبني، شكلها ممكن يكون مش حلو لكن من غيرها المبنى نفسه مش هيطلع. هي الهيكل اللي بيدي الدعم وبيسمح للإبداع إنه ياخد شكله. فرانس كافكا اللي كان بيشتغل موظف حكومي بالنهار وبيكتب بالليل كان حاسس بالصراع ده قوي، وفي رسالة ليه كتب جملة معبرة جدا. قال: لو الحياة السهلة والمباشرة مش متاحة يبقى الواحد لازم يلاقي حيل ومناورات خفية عشان يعدي. الروتين كان هو المناورة الخفية دي، كان هو الخطة اللي بتخليهم يعرفوا يبدعوا في عالم كله دوشة ومشتتات. طيب بعد ما اتفرجنا على عالم العباقرة الغريب ده، يجي السؤال المهم، وإحنا نعمل إيه؟ وده ياخدنا للقسم الأخير، إزاي كل واحد فينا يلاقي طقوسه الخاصة؟ إزاي نفك الشفرة دي؟ الغريب إن وسط كل الاختلافات دي كان في شوية حاجات مشتركة بينهم كلهم تقريبا. أغلبهم كان بيمشي كل يوم مسافات طويلة عشان يصفي ذهنه. كان عندهم وقت مقدس للعزلة والتركيز محدش يقدر يقرب منه. وكان عندهم التزام صارم بجدولهم مهما حصل. وده بيوصلنا لمفهوم مهم قوي وممكن نطبقه في حياتنا، اسمه العادة المحورية. الفكرة ببساطة إن في عادة واحدة صغيرة لو التزمنا بيها بتعمل تأثير الدومينو وبتخلي باقي العادات الكويسة تيجي وراها بسهولة. والمثال الأوضح هنا إيه؟ المشي اليومي. مجرد 10 أو 20 دقيقة مشي كل يوم ممكن تكون هي المفتاح اللي بيفتح كل الأبواب التانية. بس أهم درس نطلع بيه من كل ده هو إن الهدف مش إننا نقلد بلزاك ونشرب 50 فنجان قهوة، لأ، الهدف إن كل واحد فينا يكتشف الطقوس اللي شغالة معاه هو، اللي مناسبة لشخصيته، ليومه ولظروفه. وزي ما بنقول في الآخر، اللغز الحقيقي اللي محتاج يتفك هو الذات نفسها. الرحلة دي في الأول والآخر هي رحلة اكتشاف شخصية بحتة. وعشان كده السؤال اللي هنسيبكم معاه هو: إيه هي المنارة الخفية الصغيرة اللي ممكن تبدأوا بيها، واللي ممكن تكون هي المفتاح اللي يفتح كل الإمكانيات الإبداعية؟ الإجابة مش في كتاب ولا عند أي حد تاني، الإجابة جوه كل واحد مننا.